أم البنين بأبي وأمي يقولون عندما أراد الخروج مولانا الحسين والضعن بعد راح، أم البنين خوب ما راحت وياهم، قاعد يطلعون. قالت أولادي إلي تعالوا ولدي تعالوا. يقول اجوا ولدها واجا الحسين وياهم. قالت له لا سيدي يا أبا عبد الله أنا صحت على أولادي، أنت أمنا يا أم البنين قولي. قالت له سيدي أنت سيدي أنت مولاي، أنا عبد عندك أنا خادمة عندك يا سيدي، أنت مولاي وسيدي. ظل واقف الحسين. قالت له أبا عبد الله إذا أنت واقف ما أقدر أسولف، عندي سالفة ويا العباس. راح الحسين التفتت على قمر العشية قالت له يا عباس يا ابن الدنيا مقضية وبس راعي الوفا ينجاب طارية. عباس يما الدنيا مقضية وبس راعي الوفا ينجاب طارية، أريد أفتخر بيك وتفتخر بي يا ابني يا عباس. يما يا وفاي شو تريدين يما؟ قالت قبل حسين لا تشرب الماء يما. قبل حسين لا تشرب الماء وريدا منك طلبتي. راحوا أولادها مشوا أولاد أم البنين. كنت تعطوني مايك أريد أوقف وأقرأ لأم البنين. راح الضعان، مشى الضعان بعيد، وأم البنين الثاني أولادها كلهم رايحين من عندها، بس هي قلبها يمن، قلبها يم سيدها ومولاها الحسين بأبي وأمي، بالها كله يم أبو عبد الله، بالها كله يم سيد الشهداء صلوات الله عليه بأبي وأمي. تستاهل أم البنين نوقف ونقرأ لأم البنين صلوات الله عليه الطيب. راح الضعن، أم البنين الثاني وأولادها كلهم رايحين. قبل العرب قبل الصوت شلون يسمعوا؟ يخلون راسهم على التراب ويسمعون. ايش قالت أم البنين؟ قالت حطيت راسي على التراب واسمع بك مالت قرابة يمه. والله تطوطوهن حقهن تستاهلون نقراهن هنا. قالت حطيت راسي على التراب واسمع بك مالت قرابة بويا ميت جواب الساد بابه وانشد من على حسين يموت. بعد قالت متأكدة صوت القياع قال لي ايش قال لك؟ قوم على باب حسين صلي وحب ماي ما متروس خلي ولو طاح قول استشهد الطين يموت. راحت الايام وقاعد ام البنين وتسمع نداء يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. ما بقيت مخدر إلا وخرجت، ما بقي صغير إلا وخرج، ما بقي كبير. ما الخبر؟ قال لهم الخبر عند رسول الله. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادموا. اتجمهرت الناس من كل حدب مصوا، اكو مريه محدودبه شقت الصفوف وقفت قدام. قالت له يا بشر ما الخبر؟ لقد قطعتني يا قلبي. بشر قال لهم هاي المرة مبين عليها مجدوها، انا صار ساعة انا على الحسين هي تقول لي ما الخبر؟ قال له ولا اعذرها يا بشر فانها ام البنين. يقول سمعت بها ام البنين سيدتي. يقول نزلت قلت خلي اخفف عليها المصيبة، هاي ما فاقدة واحد واثنين، مو واحد واثنين ذول. قلت لها سيدتي عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت يا بشر أنا ما سألتك عن جعفر، أنا سألتك عن الحسين. سيدتي عظم الله لك الأجر بعون. قالت أنا ما سألتك عن عون، أنا سألتك عن الحسين.
سيدتي عظم الله لك الأجر بعبد الله. قالت أنا ما سألتك عن عبد الله، أنا سألتك عن الحسين. يقول أنا أدري بيها تحب العباس، أكو طفل على إيديها كأنه القمر. قلت لها سيدتي عظم الله لك الأجر بقمر العشرة. يقول الجاهل وقع منينها. قالت يا بشر لقد قطعتني يا قلبي، أنا ما سألتك عن العباس، أنا سألتك عن الحسين. اقرأوا وياي اقرأوا وياي. قال عظم الله اجرك بجعفر وعون، تقل الكل فدى الحسين. فدوى صوتك يرحون يقلها وعبد الله الغدوي يا مفر الكون، تقل الفخر ويحانة المختار. قالها انكت العباس بالله ايش تقولين، التوت وتقول قل بقروة العين. بويا دق على راسه وصاح صاح يا حسين، صرخت وصاحت يا ذي الصار. توجهت إلى دار الحسين. مولاتي زينب أوقفت إحدى العلويات على باب الدار، قالت لا تدخل علينا معزية، لقد اختزينا من كثرة النظر إلينا. عمت عيني علي السيدتي. اندقت الباب. العلوية قالت من على الباب؟ قالت لها معزية مولاتي زينب. قالت إن عمتي زينب تمنع النساء أن يدخلن عليها. قالت قولي لزينب إن أمك على الباب. زينب سمعت ما قالت يا الفواطم فكن الباب وتلقى شريكتنا بالمصابة يم البنين ونسل الضياب، روحوا لاشبوا الأربع أحزاب. دخلت تنادي وولدا وحسينا. زينب ما وعد شافت اكو طفل على ايديها كأنه العباس. قالت واخاه عباسا. قالت لها يما عندي سؤال يمك، قبل كل شيء اسألك على هذا السؤال قبل الحكي كله. شنو سؤالك؟ قالت لها اريد نجديك على راعي المحنة، وللسوايا الخواتم من خنايا. أنا أدري غيور به ظنايا، واضرب ضرب السيف فنما. يا زينب إن كان ما راضين عنايا شو تسوين؟ قلها لروح الكربلاء عاتبنا يما وحليب رضعت لحرمنا. قالت لها لا يما العباس ما قصر، العباس قلب الدنيا. ارتاحت ام البنين. قالت الحمد لله يا يما على نصيبي، وحلالي عليك يا وليدي حليبي. هذا البيت اللي راح اقراه، البيت استقبل به المله، والله كون يكتب بماء الذهب، يكتب بالذهب هذا البيت، والله تحسه حقيقه. اندارت ام البنين لسيد الشهداء. ايش قالت له؟ قالت له يا حسين لو اضرب حليبي هالوفجان هالوفجان، شا بعد ربيت لك يا حسين.